في قلب كابادوكيا تركيا. مكان جميل بزاف في النهار، بصح في الليل تحول لحكاية أخرى. قررنا نباتو في فندق قديم محفور داخل جبل. أكلو عادي، بصح من داخلنا حسينا بثقل غريب في الجو، حاجة ما تفسرش. الساعة كانت قرابة نصف الليل وحنا راقدين، فجأة نسمعوا صوت المفتاح يدور في البيبان. في هذه اللحظة فهمنا باللي الليلة ماشي عادية. بقينا مفتحين عينينا حتى الفجر، وكل صوت صغير كان يخلعنا. الموظف هذا كان على باله وش كاين، بصح ما يقدرش يقول لنا على جال السمعة تاع الفندق. ليلة واحدة في فندق قديم تحت الأرض في كابادوكيا كانت كافية باش نعيشوا أخطر تجربة في حياتنا. قمنا نشوفوا ما كان حتى واحد، قلنا يمكن رانا نتخيل، ورجعنا رقدنا. وزاد تعاودت معانا نفس العملية، المفتاح مازال يتحرك. ومن بعد ما فاتش الوقت بزاف سمعنا صوت في الحمام، صوت الماء هابط، وهي الحنفية تفتح وساعة تعاود تقفل وساعة تفتح. وهنا بدات الخلعة تاع الصح. طفينا الضوء وقلنا نرقدو، فجأة شفت خيالك حل حدا النافذة، ما عندوش ملامح غير واقف يتفرج. قربت نحل الستار، الخيال اختفى والبرد عمر الغرفة بطريقة. إلى هذه بذرة على فاتت. والصباح كي هبطنا الاستقبال سقسينا الموظف تبدل وجهه والعبها يبتسم وهي مش خارجة عليه. قال لنا لا ما كان والو، راكم غير تستخيلوا. بصح كانت باينة النظرة في وجهه وش كان يقصد. في الأخير اكتشفنا باللي الغرفة ما تتكراش عادة، وإحنا ما كناش وحدنا هذيك الليلة. المدينة هذه اللي تحت الأرض في كابادوكيا معروفة بزاف بالحكايات هذو. المهم اللي يبغي يجي هنا حسن روحه يا جماعة.